السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض حلوى خد الجميل. حلوى سهلة وبسيطة وأي حد من أي فئة بيحبها، حتى كبار السن وأي ست بيت تعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أي ست بيت تقدر تدخل المطبخ وتجهزها، وإن شاء الله مكوناتها كلها موجودة في مطبخك، مش هتحتاجي أي حاجة من بره. معنا المكونات بتاعت الحلوى بتاعنا عبارة عن 3 بيضات، كوباية إلا ربع من السكر، ومعايا طبعا الطبق اللي انت هتعملي فيه. احنا هننزله ببياض البيض مش صغار البيض، يعني هناخده 3 بياض بيض، واهم حاجة انك انت ما تنزليش ولا نقطة صفار في الطبق. هتنزلي على ال3 بياض البيض دول باقين من الفانيليا. لازم طبعا تبقى فانيليا زي ما انتوا شايفينها بودر مش سايلة. طبعا احنا هننزله على البيض بالفانيليا عشان الزفارة بتاعت البيض. طبعا هتكوني مجهزة المضرب بتاعك، هتبدأي تضربي بياض البيض زي ما انت شايفة كده بالظبط، وهتنزلي بالسكر. هتنزلي بالسكر شوية بشوية، يعني تخلصي كده تنزلي بمعلقة من السكر، لما تلاقيها خلاص خلصت هتنزلي بالمعلقة التانية. وهقولك على شوية أساسيات لازم تعمليهم في الوصفة، لو ما عملتهمش في الوصفة هتبوظ منك خالص. أول حاجة لازم الطبق اللي انت هتعملي فيه خد الجميل بتاعك لازم يبقى ما فيهش ولا نقطة مية، يعني تكوني غاسلة الطبق كويس وشطفاه كويس ومنشفاه بمناديل أو فوطة مطبخ. دي أول حاجة. تاني حاجة لازم برضو المضرب اللي انت هتضربوا بيه خد الجميل لازم ما يكونش فيه ولا نقطة مية، يعني الاتنين الطبق والمضرب اللي انت تعملي بيه لازم ما يكونش فيه ولا نقطة مية. دي اول نقطة. تاني نقطة لازم وانت بتنزلي البيض بتاعك ما ينزلش ولا نقطة صفار بيض في الطبق، عشان لو نزلت نقطة واحدة من صفار البيضة يبوظ لك الوصفة خالص. فتراعي انك انت تنزلي بياض البيض بس. دي تاني نقطة. تالت نقطة معانا انك انت لازم تستخدمي السكر البودر، عشان لو استخدمت السكر الحبيبات هيتعبك خالص، واحنا طبعا مش عايزين نصعب الموضوع على نفسنا، احنا عايزين نبسط الامور، فتستخدمي سكر بودر. ده 3 نقط لازم تكوني واخده بالك منهم خالص وانت بتجهزي الوصفه. وانت بتجهزي الوصفه برضو وانت بتضربي لازم تنزلي السكر شويه بشويه وتضربي فيها كويس لحد ما تلاقيه خلاص اختفى خالص، تروحي منزله كميه السكر التانية. طبعا ده كميه السكر اختياريه، ممكن تحطي ربع كوبايه سكر، ممكن تحطي نص كوبايه سكر، ممكن تحطي كوبايه الا ربع بالكوبايه المعياريه اللي انت شايفاها دي، على حسب حبك للسكر او على حسب انت ما بتحبي الحاجه حلوه او مش حلوه تحطي السكر بتاعك حلي مني شويه. فانت ممكن تحطي نص كوبايه سكر بس، ولازم طبعا زي ما انا قلت لك تبقى بودر. هنفضل نضربه في الخليط بتاعنا لحد ما يبقى معانا عامل زي كريم الشانتيه. انا طبعا لقيت الطبق بتاعي ده صغير فالمضرب كله مش داخل فمش عارفه اضرب، رحت نقلته في حله اكبر. احنا عايزين الخليط بتاعنا يتخن خالص لحد ما يبقى عامل زي كريم الشانتيه. في ناس طبعا تقول لي يعني ينفع ازين بيه الجاتو والتورت؟ ده ما ينفعش يزين به الجاتوهات او التورت عشان لسه احنا هنسويه في الفرن. طبعا عشان التورت والجاتوهات بتتزين بالكريم شانتيه بعد ما تستوي خالص، انما ده احنا لسه هندخلوه الفرن. كده انا هضربه كويس خالص لحد ما خلاص تتاكدي ان هو اتضرب خالص يبقى معاكي زي كريم الشانتيه. هتيجي كده تنزليه بالمعلقه او بالمضرب بتاعك هتلاقيه مش راضي ينزل، شايفين بالمظهر اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. كده خلاص ما شاء الله عليه بقى تمام جاهز انك انت تشكليه. هتجيبي الجمع بتاعك وهتنزلي بالخليط بتاعك. لو عندك بقى الوان صناعيه من الالوان المصرح بيها من وزاره الصحه هتحطي اي لون انت عاجبك. لو مش عايزه تحطي الوان عايزه تعمليه كده ابيض برضو براحتك. هتجيبي كده ورق من الزبده، لازم تحطي ورق من الزبده وتدهنيها مسحه بسيطه من الزيت، وهتبداي تشكلي الحلوه بتاعتك. احنا الحلوة بتاعتنا دي هتدخل على درجة حرارة واطية خالص، يعني تبقى زي الشمعة، اهدى درجة حرارة في الفرن عندك هتدخل عليها حلوى خد الجميل. من نجاح حلوى خد الجميل بتاعتنا ان هي تدخل على درجة حرارة واطية خالص، يعني اوطى درجة حرارة عندك في الفرن تدخل عليها خد الجميل بتاعك او الوصفة بتاعتك. هتفضل كديه على الفرن، هتفضل من ساعة لساعة الا ربع، يعني ما تقلقيش عليها وما تخليهاش تفضل اكتر من كده عشان ما تنشفش، عشان هي لما انت تطلعيها برضو بعد ساعة او ساعة الا ربع هتفضل شوية كده من بره وتلاقيها نشفت اكتر، لما تتعرض للهواء هتلاقيها نشفت اكتر. صراحة حاجة حلوة كده وحاجة نظيفة وعاملاها لأولادك في البيت. وكده فيديو الوصفة بتاعتنا تكون خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم وخد الجميل العسل القمر ده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي.